نفسِك تعملي هريسة محشية زي اللي بنجيبها من برّه جاهزة بفلوس كتير؟ تعالي معايا هاتي نُص كيلو من سميد البسبوسة، حطّي عليه 3 معالق من الطحين، كوباية إلا ربع من السكر، وكوباية إلا ربع من جوز الهند، وكمان كوباية إلا ربع من السمنة، وكوباية إلا ربع من الزبادي أو اللبن، وباكو من الفانيليا كده وقلّبي المكونات دي كلّها مع بعض، وهاتي معلقتين من عسل الجلوكوز، لو مش موجودين عندِك ممكن تحطّي معلقتين من الشربات اللي بيكون تقيل أوي، شربات الحلويات، بيخلّي البسبوسة معاكِ أو الهريسة متماسكة. قلبناهم مع بعض حلو أوي مع بعض كده، هتبقى صينية كده مقاس 20 وخدي نُص الخليط وابدئي وزّعيه كده بالشكل ده. الحشو بقى زي ما أنتِ عايزة، أنا حطيت جوز الهند كده وزبيب، أي مكسرات عندِك ضيفيها، وهاتي نُص الخليط بتاعِك كده وابدئي ضيفيه على الوش كده، وزّعيه على الوش وابدئي وزّعيه بشكل متساوي وغطّي كل كمية المكسرات اللي موجودة معاكِ. بالشكل ده، الموضوع سهل جدًا وبسيط جدًا وسريع جدًا. هاتي بقى معلقة كده وبليها من المَيّة وابدئي افردي بيها كده الوش بتاع الهريسة بتاعتِك علشان تغطي أي مكسرات باينة، دخّليها بقى الفرن على درجة حرارة 200 على الرف في النُص، تقعد معاكِ نُص ساعة. الشربات بتاعنا كوباية ونُص من المَيّة، وكوباية ونُص من السكر، معلقة عسل جلوكوز، نُص ليمونة كده، عصير نُص ليمونة، وباكيت من الفانيليا، وهنرفعهم على النار لمدة 5 دقايق بعد ما يغلي كده تطفّي عليه، بس وتطلّعي بقى البسبوسة كده من الفرن والشربات دافي وتضيفيها عليها، وتسيبي البسبوسة أو الهريسة لمّا تشرب الشربات، وبالهنا والشفا وقطّعي.